ليه يا زمان ما سبتناش أبرية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين إيه؟ طمنونا عليكم. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي الذكريات. أحلى حاجة في حياتنا ذكريات قديمة، ذكريات جميلة، ذكريات الابتدائي والإعدادي، ذكريات الأم والأب، الإخوات واللمة الجميلة. هنفتكر مع بعض النهاردة الحاجات اللي كنا بنعملها زمان. هنفتكر النهاردة مع بعض الحاجات اللي كنا كلنا بنتمنى ترجع تاني. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. عاملين ايه يا جماعة؟ أول حاجة بس هنفكر فيها أيام الابتدائي. المصروف اللي كان ربع جنيه وكان 10 صاغ. كنا بنجيب سندوتش الفول وسندوتش الطعمية، وكنا بنجيب الدربكة كلها ما تكملش مثلا 15 قرش. كنا بنعمل احلى مصالح واحلى حاجات. كانت في الايس كريم كان ب 15 قرش ب 10 صاغ. طبعا انا بتكلم على الوقت اللي هو يعني من قريب، يعني التسعينات. كان في المراجيح اللي كانت تبقى قدام المدرسة، وكان في الست اللي بتقعد بعسلية قدام المدرسة أو سندوتشات. وكان الكشري. حد كان الكشري بصلصة خفيفة قبل كده؟ حد كان الكشري اللي هو مكرونة وشعرية بس؟ الحاجات ديت احنا مفتقدينها فعلا يعني. عايز اقول لكم ان الاكلة ديت انا كنت باكلها دايما، وفعلا بحبها لدرجة ان انا يعني من حبي فيها اتعلمتها وبقيت اعملها دايما. كنا بنروح الملاهي. الملاهي دي كانت عبارة عن ايه؟ حتة ارض فاضية كده فيها شوية مراجيح، وفيها راجل بتاع بومب، عربية كده تنشل على البومب. احنا طبعا ما كانش في حد فينا بيعرف ينشل. اللي كان بيعرف يجيب البومب اكتر من 5 بومبات يبقى يقول لي، كان ياخد هدية. كان في الفسح اللي كانت في العيد كان ليها طعم. كنا نروح الجنينة. ما فيش حاجة اسمها بقى دريم بارك والكلام ده ورايحين ومصيف. لا، كنا بنروح الجنينة ونتفسح ونلعب ونعمل. في أيام الابتدائي والإعدادي الحاجات دي كانت جميلة. في أيام بقى البيت الجميل، البيت كانت الأم والأب. كنا نقوم الصبح يوم الجمعة دوت، نروح نفضل قاعدين نفطر معاهم، وبعد ما نفطر ناخد دش الجميل ونلبس الهدوم النظيفة ونروح على الصلاة. نرجع من على الصلاة نبص نلاقي الأكل جاهز والناس قاعدة وفي فرحة كده، في فرحة لمة كده. واللي عايز يتكلم في حاجة يتكلم، واللي عايز يقول يقول، واللي عايز يحكي عن الأيام وعن طلباته. وكان الأب بيسمع والأم بتفهم. حتى لو مش متعلمة كانت الأم بتفهم، وكانت الأم بتقوم بالليلة كلها. ما كانش في حاجة، وكانت الدنيا ماشية. كان كل حاجة ماشية. كانت اللقمة الخفيفة كانت بتقضي شوية بطاطس ماشي، شوية فول ماشي. كان في حاجات يعني بتقضى وكانت بتمشي. كان في حاجة اسمها شراولة وشوية ملوخية كده بمية ساقعة. كان في حاجة اسمها بتنجان وشوية بطاطس. كان في حاجة اسمها، والله كلنا دقة وعيش، كانوا من أطعم الأكل اللي شفناه. كانت الأم تقعد معاك وأنت بتذاكر حتى لو ما كانتش متعلمة، حتى لو ما كانتش مثلا ليها. ذاكر واقرا جميل، جدع يا حبيبي، ربنا يبارك لك، جميل، ربنا يخليك. وكانت تشجعك. الأم كانت تشجع، وكانت تيجي على البنت: ما تروحيش، ما تجيش، ما تلبسيش كذا، ما تعمليش كل الحاجات اللي هي مش مسموح بيها. وكنا بنسمع الكلام، والله كنا بنسمع الكلام، وكانت الدنيا زي الفل. ما كانش فيه يعني أي حاجة تضايق وتعكر الدنيا. ما كانش فيه أم تقول لبنتها ما تخرجيش، تقول لها لا هخرج، لا تقول لها حاضر مش خارجة. ما كانش فيه واحد ياخد خطيبته ويلف بيها طول الليل. ما كانش فيه اللي بيحصل دلوقتي. كانت المواصلات هادية. كنا نركب الأتوبيس، أي حد كبير نقوم له، أي ست كبيرة نقوم لها، أي حد عايز يعدي الطريق كنا بنعديه. أي حد عايز الراجل الكبير
ست شايلة حاجة على دماغها، نجري ونشيلها منها العيش ونشيل منها شنطة السوق ونوديها لها البيت. كان في رمضان دوت كانت الناس تتجمع قدام البيبان، كانت الناس تقعد مع بعض ويحكوا، كانوا يخبزوا، كانوا ياكلوا ويشربوا، كنا بنعمل كل حاجة حلوة. الحاجات دي يا جماعة راحت، بس سابت في قلوبنا حاجة نضيفة، سابت في قلوبنا أخلاق، سابت في قلوبنا تربية، مش كلام وخلاص، لأ. احنا الجيل بتاعنا اللي هو جيل التمانينات، الجيل ده ما يتعوضش، الجيل ده نضيف من جوه، يعني شاف كل الحلاوة وشاف كل الاحترام وشاف كل الأخلاق. الحكاية كلها في جزئية إن أنت يعني تقدر تعمل كده، أقدر أعمل كده، بس لما تأسس بيتك وعيالك ومراتك على كده، مش تتفق على الدليفري وتتفق على ده وده وتسيب أهم حاجة، تسيب العيشة وتسيب الدنيا وتسيب التربية. لأ، كل حاجة تبقى متأسسة. انت لو ما حطيتش قواعد لبيتك من أول جواز وأول خلفة، انت مش هتعرف تعيش بعد كده. دلوقتي العيال بتشتم أبهاتها، والعيال بتسمعش الكلام، وبقينا شايفين في الشوارع حاجات ما تتوصفش، شايفين في الشوارع حاجات حسبنا الله. يعني انا مش عارف والله، انا بدعي لهم والله. يعني انا لما بشوف الشباب اللي بيعملوه في الشارع بقول ربنا يهديهم، ما بقولش حاجة، يعني ما بشتمش، ما بعملش. فيا جماعة، الايام الحلوة ديت عايزين نرجعها، حتى لو كانت جوه بيتنا، مش شرط في الشارع. اقعد مع ابنك افهمه واسمعه، واقعد مع مراتك فهمها الدنيا ماشية ازاي، انت اكتر منها عارف. فلازم كل واحد يقعد ويظبط دنيته. انت يعني بص، الدنيا كلها على بعضها كده مش مستاهلة غير شوية أخلاق. احنا محتاجين شوية أخلاق بس. وفي نهاية الفيديو، لو أول مرة تشوفنا، يا ريت تشترك ولايك وكومنت كده يخص الفيديو، حاجة كده تبسطنا يعني. ولو انت مشترك معانا، يعني قول لنا الله ينور، قول لنا عاملين ايه، سلم علينا، خلينا نحس كده ان انت معانا يعني. وما تنسوش يا جماعة التعليقات، وما تنسوناش يعني بكلمة طيبة كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.